الحمد لله والصلاة والسلام على أشرف خلق الله. ليه نحج؟ عشان ربنا سبحانه وتعالى فرض علينا الركن الخامس في الإسلام وهو الحج، بس قال إن ليه شرطين: الاستطاعة البدنية والمالية، ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا. طالما عندي الصحة وعندي المال يبقى لازم نقوم نهم كلنا ونحج، وإلا يبقى علينا وزر أو إن إحنا عندنا إثم. فحجوا قبل ألا تحجوا، نحج وإحنا شباب، نحج وإحنا بالصحة، نحج وإحنا عندنا الاستطاعة. ما حدش يقول لي أصل لسه عايز أتوب، لسه عايز أعيش الدنيا شوية وبعدين أعمل اللي أنا عايزه وفي الآخر أروح أحج. لا، أنت مش ضامن. فحج دلوقتي وانت ربنا ميسر لك الحج، واحنا شايفين كل سنة الحج عمال يغلى، فبالتالي النهاردة أحسن من بكرة. هنحج علشان خاطر ربنا سبحانه وتعالى ادانا منحة إنه بيها يغفر لنا كل الذنوب. عشان كده هي بيقولوا عليها عبادة العمر، لأن الواحد بيرجع منها مغفور الذنب وربنا سبحانه وتعالى قابل منه العمل. ولذلك سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم قال: الحج المبرور ليس له جزاء إلا الجنة. والمبرور يعني المقبول، يعني نرجع من هناك وذنوبنا كلها إن شاء الله مغفورة إلا مظالم العباد، هنقولها لكم إن شاء الله في حلقة تانية ونقطة ومن أول السطر.